73 حتى النص النهار. مواصلين معاكم ان شاء الله حتى النص نهار. توا باش نحكيو على غريبه كيف كما قبيله كنا نحكيو على حاجه صارت في ولايه سوسه، والحقيقه العباد الكل تفاعلت معنا فيما يخص الموضوع هذاك. هروب المسنه من سبيطار فرحات حشاد، المسنه المصابه بفيروس كورونا. توا باش نمشيو للمنستير نحكيو زاده في نفس الاطار على الفيروس هذايا، ولكن في غريبه اخرى. المره هذيا من المركز القطاعي للتكوين في الاكساء بالمنستير نحكيو على طالبه ثبتت اصابتها هي زميلتها أخرى بفيروس كورونا. هذا الموضوع الأولاني، ولكن اللي صار بعد تبعات الموضوع انه البنيه هذيا وزميلتها يلقاو روحهم في الشارع يخرجوا من المبيت. هذا الحديث بيان سور اللي سمعناه واللي تم تداوله. هذايا باش نعرفوا شنو هو صحيح شنو هو الغلط تو سويت في اخبار الساحل. اخبار الساحل في زوم 73. معنا المتضرر هيفا، صباح الخير ومرحبا. صباح النور، عسلامة. مرحبا بك، ان شاء الله لاباس هيفا؟ عايشك. يعيشك. معنا زاده في المقابل مدير المبيت سي خليفه بن علي، صباح الخير ومرحبا. صباح النور مدام. نهارك مبروك. صباح النور هيفا. عسلامة سي خليفة، صباح النور. به مرحبا بكم زوز على موجات نجمة فام. باش نبداو سي خليفه نسمعوا من هيفا شنو اللي صار، ومن بعديك ناخذوا من عندك انت بعض التوضيحات لو تسمح. هيفا. تفضل. والله كيما المرضى الكل حسيت بالاعراض واني في الفويي. هبطت صاحبتي اللوطه، مشات لسي قيس قالت له رانا عندي اني وصحابي عندنا اعراض. بعثنا سي قيس باش نمشيو للسبيطار نعملوا تحليل. هذه حكايه الاربعه متاع العشيه. مشينا للسبيطار، سالونا على الاعراض وكل، قيدنا اسامينا. من غدوه كلمونا باش نجيو نعملوا تحليل. وكيف معناها بعثنا باش نعملوا تحليل، قعدنا الفوق معناها في الشومبر نتاعنا العاديه طبيعيه. باهي من غدوه مشينا للسبيطار، مشينا العشرة تاع الصباح، ما عملنا التحليل كان من 3 ومن 10 واحنا في السبيطار غادي. عملنا التحليل، عملنا تيست رابيد اني وزوز بنات، واحده من القربين واحده من القصرين. خرج تيست رابيد اني والطفله اللي من القروين خرجنا بوزيتيف، والطفله نيجاتيف. عاودوا لها البي سي ار اللي مازال ما خرجتش الريزلت نتاعو. باهي رجعنا للفوي، علمنا سي قيس خاطر سي خليفه ما شفتوش معناها، علمنا سي قيس. زدت شويه جي سي خليفه كلموا ديارنا قالوا لهم بناتكم يلزمهم يروحوا لكم خاطر احنا عندنا فضاء جست للعزل. وعزلونا صحيح، تلهاو بينا فيما يخص ماكلتنا نظافتنا صحيح. قديش من نهار العازل هيفا؟ قعدنا نهارين في العزل. نهارين. سي خليفه قلنا راهو اني عندي فضاء للعزل مش للحجر. ما نجمش نخليكم اكثر من 3 ايام، يلزم دياركم يتصرفوا يجيو يروحوا بيكم. اني عندي اختي صغيره مريضه بالسكر، عندي مريضه، معناها ما نجمش حتى كان باش نروح ونعمل حجر وحدي. كيفاش نكونتاكتي العباد؟ معناتها ظروفك العائليه ما تسمحش ما تسمحش باش نروح في وسيله خاصه معناها. باش تروح معناتها في وسيله نقل عمومي بالطبيعه. كيما صار مع صاحبتي اللي من القروان، روحت في وسيله نقل عموميه وهي مصابه بكورونا. وهي مصابه بالكورونا، والاخرى زادت في وسيله نقل عموميه وتحليلها مازال ما خرجش. هيفا بعد شنو صار؟ انتم زوز المصابين، صاحبتك روحت وانت شنو اللي صار من بعد؟ صاحبتي روحت والاخرى زادة روحت، اني رفضت تماما باش نروح. اتصلت بشكون معناها، عملت محاولاتي باش يعاونوني باش نشوف كيفاش نلقى معناها بلاصه نعمل فيها حجر باقل اضرار على الناس معناها. اتصلت بسي سمير عياد. اتصلت ببنت خالتي راني الحاج احمد. وصلوني لسي هيثم هاني، سي نبيل الهاني. وشافوا لي حجر في شهرزاد. بتدخلات معناتها باش نجمت تلقى الحاج. زاده على الاخر الا ما خذيت ورقه من السبيطار الساعه، عاودنا رجعنا للسبيطار باش ناخذ ورقه معناها باش ينجموا يقبلوني في مراكز الايواء كيما شيراء. معناتها اللي نفهموا منك هيفا انه انتم زوز مصابين، 3 تقريبا والثالثه مازال ما خرجش التيست بي سي ار نتاعها. دونك اليوم تلقاو رواحكم المبيت يقول لكم ما نجموش، احنا عندنا كان العزل الحجر ما نجموش، اخرجوا تصرفوا، لا تصلوا لكم باداره جهويه للصحه، لا تصلوا بمركز الايواء المصابين. معناتها
فقط مرضى برا مشيو تصرفوا. على حد علمي ما اتصلوش. لا باهي سي خليفه. مرحبا مدام. مرحبا بك. كنا نسمعوا في هيفا هذيا بيان سور ديما هي شنو اللي عاشت واللي صار معها في الايامات هذوما. انت عندك توضيحات فيما يخص الكلام اللي كنت تسمع فيه؟ اول شيء بارك الله فيكم في اذاعه نجم اف على الاقل معناها مش اسمه الراي معناها المعلوم الراي الاخر بيان سور واجبنا هذا اكثر. وهذا بالعكس ما نقولوا احنا يدل على معناها مهنيتكم ان شاء الله. شكرا لك. شكرا يا عايشي. مدام جست دونك بنت هيفا باش نبداو احنا واضحين. تم ديما الحقيقه هي نسبيه، راهي ثم جزء كبير اللي قالته صحيح واضحين. العمليه وقت تمت هي كل شيء اللي تحكي فيه هذاك هو نحكيو معناها يقولوا احنا كشكل. لذات نهار الاثنين ديجا هي قالت لهم حسوا بالاعراض واتصلوا بسي قيس وديجا احنا ديجا كنت بحذاهم وكل شيء على اساس عندهم الاعراض شبهه. باهي واحنا قدرنا قلنا نقول لهم باش نكلموا داركم وشبهه وناخذوا احنا تعرف انتحار الشبهه معناها يا خويا اللي نقول يعطي الراي الصحيح هو الطبيب. ما نجمش انا نقدر اسك كوفيد ولا مش كوفيد وكيف وقدرت انه يمشيوا للطبيب خير. علاش؟ وقلت سير يطلع في بروده ولا حاجه خير ما ياخذوا هاك العشريان اللي هي فتره الحجر الذاتي. دونك اجتهاد هذايا صار منكم. اي لا هو هذا صحيح. البروتوكول الطبيب هو اللي يحدد راهو. البروتوكول معناها يقول لك طبيب هو اللي البروتوكول البروتوكول هو اللي يقدر. الطبيب هو اللي يقدر اسكي هي اعراض كورونا ولا مش اعراض كورونا. باهي دونك مباشره ندوب انا بناتي انا ما نجمش نقدر. انا المعلومه الغالطه اللي ساقتها انه راهو احنا عاملين احنا صحيح ثم سيكتور فيه 8 شومبر مش 20 شومبر فيه 8 شومبر مخصصينهم احنا للعزل اللي هم عندهم السانيتير وحدهم وفيهم اسمه الاسره وحدهم وعندهم لونطري وحدهم وكل شيء. المعلومه اللي انا بصراحه ما تفاجات منها تقول هي راني رجعت نسكن في بيتي. لا انا المعلومه اللي عندي انا خاطر انا نسيت لهم العشاء بيدي ليلتها ل 23. هيفا رجعت تسكن في بيتك ولا في الغرف نتاع العزل؟ رجعنا لبيتنا هزينا دبشنا سكننا في غرف العزل. اما كيف مازلنا ما مشيناش عملنا تحليل قيدنا اسامينا باش نحلوا رجعنا رقدنا في بيتنا. معناتها هي تقصد قبل ما تخرج النتيجه سي خليفه رجعوا لبيوتهم عادي قبل ما نحلوا زاده وقبل ما نحلوا. اي لا يا مدام ونحكيو احنا ال 23 مشاو للطبيب ولا لا لو 23 مشينا فضاء العزل. اي هبطونا مشينا فضاء العزل صحيح. دونك مشيتي بنتي اوصل يا بنتي احنا مش احنا حد اللي كان يحصل حتى مع المؤلف نتاعنا اللي شفت هذا كل اللي هو في فورماسيون ثم معلومه ناقصه. معناها انا كيفاش نجري كيفاش ننظر الاشياء احنا معناها مش حكايه معناها انت صحيحه وانا غلط. لا اقول بلاش ثم في البروتوكول ثم حلقه فارغه على الاقل واحد يقول نصلحها مش معاندة. دونك مكافحتي معك انت ماهيش معاندة انت صحيحه وانا غلط. بالطبيعه انا نحكي مش كل موضوع عايش في الجسم ها. دونك احنا في حكايه نكون موضوعيين. دونك لي 23 يا مدام لي 23 دونك راهي ما رجعتش بيتها ترقد راهو هبطناهم. احنا هما شكون هم 3 بنيات قالوا احنا عندنا الاعراض نحسوا في رواحنا كذا. هم ما هبطناش كان هما فقط حتى مقيماتهم احنا قلنا الارتقاء اللي هم في نفس الغرفه هبط يا بناتي هبطوا يفتح عليكم على خاطر انا خاف نعاون العدوى الجماعيه. قداش من طفله تقريبا سي خليفه اللي باتوا في غرف العزل؟ قد 7 بنات باتوا في غرف العزل. اي 7 باهي دونك من اللي ترى باش نحكيو راه مش وبعدين رجعوا يا بناتي برا هبطوا باش يفتح عليكم. وديجا انا ولو عندي معنا كيك صوتي قيس ولا الزملاء معنا متعودين خاطر وانا رفع عن الحرج حتى على الزملاء نمشي انا نعطيهم العشاء بيدي حتى قبل رفع الحرج حتى تلميذ يقول لك معناها ولا زميل يقول لك ما يحبش رفع الحرج نمشي بيدي للامانه معناها كان وكان يدارك مش اول كان نفهموا فيها احنا للامانه. هي تقول لك صحيح هذايا الكل اللي صار من بعد انا نحب نعرف بعد ما ظهرت النتيجه. ماذا؟ مش تصدق الواحد والله شكر عليه شهير خاطر واحد راهو كيما هو هي بنيه وانا عندي صغار صحيح تبدا واضحين. كل واحد اعطيه حقه. انا التقدير نقول عدم فهم البروتوكول حاجه حتى يكون حتى من طرفي انا باش ما نلزموش معناها هي ما تعرفش وانا نعرف. نو باهي باسا باهي صارت عمليه جاو وصلت المعلومه تقريبا 11:30 كيما هكا انا هما 100% بوزيتيف. ساعات on a déclenché
الاليه نتاع الاتصال او شيء علمنا احنا الاداره المركزيه، وعلمنا شو اسمها هي الصحه ديجا هما على بالهم. وزاره الصحه ديجا هما على بالهم وديجا هم بربي سامحني. تفضل. احنا خرجنا بوزيتيف ملي عملنا التحليل خرج بعد 4 ساعات. انتم عرفتوا اللي احنا بوزيتيف في وقتها دوما روحنا من السبيطار، حكينا لكم مش من غدوه لحتى الصباح. لا ما نحكي لي 24 يا بنتي، مش نحكي لي 23. انت نحكيو لي 24 انا كيف توا لو 24 عملوا التحليل بعد 4 ساعات خرج ايجابي. انتم في بالكم استراتيجي هي القاء اعلامنا الا هما شو اسمه هي راهم بوزيتيف. احنا باش ندور فين؟ قلنا لهم اقعدوا في العزل، اما احنا باش نتصلوا، وعلى فكره ما اتصلناش باوليائهم نهار اثنين، قلنا حتى نطلعوا النتيجه حتى نطلعوا نتيجه. خرجت النتيجه تو وقعدوا في العزل. قلنا لهم اخذوا بالك تو احنا للامانه كل واحد اعطيه حقه. قلنا تو حاليا نتصلوا بالاولياء، ومش نعطيك حتى نعطي لك العون يا مدام الزميل، خاطر هي لازمه مش حكايه تخليفه ولا ميسالش ليلي احنا معنا انت سي خليفه، ميسالش انت تعوض الناس الكل. دونك انا نحب نفهم منك خاطر لضيق الوقت ما نجموش نمشيو في برشا تفاصيل. اليوم البنات هذوما الاولياء وحرصنا عليهم كلمنا حتى الوالده نتاعها، خاطر تو انا شنو ناخذ في خاطري نقولوا احنا كمؤسسه، خاطر مش حكايه في شخصي ولا حاجه، خاطر نحكيو على مؤسسه. لان احنا كلمنا الوالده نتاعها قالت راني انا ما نجمش، راهي بنتي معناها بعيده كذا وراني نعيش وحدي ولا شنو، راهو عندنا قريبتنا في قصيبه المديوني، راهي تو تعدي العزل نتاعها في قصيبه المديوني. لا واضح تو الجهه هذه والدتها قالت لكم الكلام هذا؟ لا والدتي قالت لك عندي شكون في قصيبه المديوني قريبتي ممكن تروح بها. ما نعرف هذا هو، هذه المعلومه احنا ممكن تروح بها، مش ممكن تعدي عندها الحجر، خاطر فرق بين انسان قالت لك تنجم توصلها لي والا تنجم تعدي عندها الحجر، معناها زوج حاجات مختلفين. باهي ما تنساش انه في على اساس تكفل قريبتك تكفل بالنقل نتاعك باش نبداو فين. احنا خاطر طلبنا قلنا لهم بلاك ولا يجيبوا لهم سيارات خاصه، معناها سيارات معناها واحد من كل شيء. حاجه اخرى انا ما عنديش، خلينا نبداو احنا في اما زميلتها هاي روحت في وسيله نقل عموميه سي خليفه. احنا كلمنا خلينا نبداو الحين. شو احنا كلمنا الاولياء نتاعهم وكلمنا معنا حتى هذه البنيه هي اخوها قال انا نتكفل نجي نهز انا. لا مش خوها هذه، مش هذه خوها اللي كلمته، خوها ما عملتش تحليل. عربي سؤال ولا تحكيو؟ اي يا بنتي نحكيو على الاصابه الثانيه اللي مشات للقروان سي خليفه. ايمان نحكيو على احنا شكون نحكيو على ايمان. ايمان المصابه الثانيه معاي. ايمان روحت في سيارات او في وسيله نقل عموميه للقروان. احنا اذا كان هي روحت سواء انا نقدر احنا كلمنا الولي واضح ولا والعاده كيف نقول اخرج ولا حاجه مش بار اوبليغاسيون انا شاد عليه لازمك تخرج تو. حاجه اخرى حاجه في عمل الخروج وهي تعرف ديجا الباب محلول ما ثماش اوبليغاسيون تو لازمك تخرج. انا الهيفه اللي على بالي بها تو ما نعرفش صح المعلومه ولا اللي هي نسقت من الليل ونسقت وديجا تاع مصالح وديجا تعرف الشيخ مصالح قد مصالح راني مريضه راني مش نعدي الكوفيد من قبل ما يهبط من ليلتها قبل ما يهبط الفيديو. لا عم صالح ديجا معناها امس الصباح. والله للامانه بنتي ايه نعرف عم صالح امس الصباح حليت الشباك نهوي في البيت جاني لاباس بنتي ويسال تستحقش حاجه وكل. قلت له عم صالح راني ما نستحق حتى شيء، يسالني على المرواح معناها كيفاش باش نروح. قلت له عم صالح ماذا بيا نلقى امكانيه شكون يهزني معناها نعمل حجر في اوتيل وهاني باش نحاول. وهذاك اللي صار اتصلت بسي سمير عياد عملت اتصالات معناها. انا عندي سؤال سي خليفه لو تسمح، انا عندي سؤال. مرحبا يا عايش باهي. احنا البنات هذوما كما انت قبيله قاعده تقول في كلمه الحقيقه مهمه وباهيه، تقول بناتي. البنات هذوما بناتك ومع عندك في المبيت وانت عندك 8 غرف للعزل، ما كانش ينجم يصير شويه اجتهاد انه وحده فيهم اللي ظروفها العائليه مثلا ما تسمحش وانت الحمد لله مش عندكش برشا اصابات، عندك 8 غرف للعزل وعندك 2 مصابات، ما كانش من الامكان انكم تجتهدوا يتم يعديوا فتره الحجر نتاعهم في المبيت؟ هذه الحاجه الاولى. سينو اذا كان ما نجمتوش وقانونيا ممنوع وصعيب، كنتوا انتم كاداره تدخلوا لدى الاداره الجهويه للصحه ويتم ايوائهم في مركز كوفيد. علاش هالرحله هذه كل وحده تروح في وسيله نقل عموميه والاخرى عائلتها مرضى ما ينجموش يجيو يهزوها؟ علاش الدوره هذه الكل؟ يا مدام يعطيك الصحه خاطر السؤال هذا هو الحلقه بالحق. احنا نطوروا خدماتنا ولا حاجه
باش نبداو ما نبداش واحد يقول عندي صحيح ولا غلط. ثم الحلقه هذه هي الحلقه اسمها هي نقولوا احنا المفقوده. احنا نتكلم الاولياء كيف يتكفل الولي بنقلها، يتكفل الولي. معناها نقولوا احنا صحيح على اي توا حاليا معناها دي ماجور فاكسيني على ذمه الولي، خاطر احنا نعلموه هي فلان الحاله. حكايه العزل نفضل العزل يا مدام، والله تو احنا كيف صار البروتوكول نتاع فوت 2020 ولا نسمع احنا بالبروتوكول يقول لك العزل، خاطر انا ما نجمش نامن له عنايه خاصه. انا اذا كان تقول لي اللي يحطوا مقر اللي يحطوا معناها شو نقولوا احنا اللي هو يقول هذا راه يمكن اعتماده كما كان الحجر، هي الصحه راه مش انا. فخاطر الحجر مش فضاء فقط يا مدام، الحجر راهو عنايه، راهو دويات، راهو تعديات. والله اللي نشوفوا فيها هالعنايه والدويات سي خليفه مصابين بالكورونا هام يحوسوا في الشارع، اللي قاعد في داره في بيت معناتها حتى اغزر لي من الاول كنا نحكيوا على بالحق بروتوكول وعنايه وتعقيم وغيره، توا ما عادش نحكيوا على هذا الكل. معناتها يكفي بيت فيها 4 حيوط سقف، بلاصه مؤمنه البنات هذوما بنات راهم كيما خواتنا كيما بناتك. تصور انت يلقاو روحهم في الشارع، امكانيات العائلات نجم تكون على قدها وفيهم حتى شكون مريض اللي ما نجمش يتصرف. دونك ما فيها باس من جانب انساني بيت هذايا العزل كنتوا تنجموا حتى بالامكانيات الخاصه والذاتيه تجتهدوا. ما هو السؤال جاء واحد قال اخرج تو هاي خرجوكم ولا ما خرجوكمش؟ انا تو هو هي الحكايه مش معناها مش جانا اي اجي اخرج تو. الكلمه لا ما جانيش انسان قال لي اخرج تو، اما سي بون الكلمه القرار خرج إن باش نخرجوا. معناتها في ساعه سي خليفه في ساعتين في نهارين راهم باش يخرجوا. يا مدام كيف ما قعدوا كيف يقعدوا راهو مش معناها ما يجي لازمك تو تخرج. راهو معناها انا العقليه هذه معناها اول شيء يزاد كيما الولي الذي يتحمل مسؤوليته، اما مانيش انا نحملها. انا ما فما ظروف استثنائيه سي خليفه، الولي يتحمل مسؤوليته في الظروف الاستثنائيه. بالله بربي لحظه يا بنتي نجلس نتكلم نقرا كان مثلا نقولوا احنا واحد يقول راني ما نمشي ما عنديش ثم بنيه بحذاك تقيب بيلتها وقت يا بنتي انت عندك والديك مشكله فيهم ما خرجش لك حل ما شكون هي وقت عندك انت مشكله في المرواح قالت لا ما عنديش ممكن فما وحده فيها اسمها هذه معناها ما يصيرش علينا يا بنتي. تفضلي مدام. ما يصيرش سي خليفه كمل. اما انا نحب نفهم منك على الحاله نتاع زوز بنات هذوما، خاطر اليوم هذوما زوز هما المصابين بالفيروس، وحده الا بتدخلات شخصيه باش نجمت يتم ايوائها هيفا بتدخلات شخصيه تم ايوائها في المركز، والاخرى روحت كما قلت لك في وسيله نقل عمومي وهذا هي الاخطر. اليوم مصابه بكورونا تاخذ لواج وتاخذ كار ولا تاخذ مترو تاكسي وتمشي تروح لدارهم. رغم هذايا انتم عندكم والله يا مدام مثال انا ديما نمشي في البوزيتيف، معناها واحد ديما يقولوا احنا نصلحوا خاطر واحد يكتب لنا واحد يطور خدماته. بيان سور انتم اول حالات هذوما يتم تسجيلهم في المبيت؟ لا والله لا يا مدام مش اول حالات للامانه. انا كل صدقني جريء فيهم ويبدا الباب الحصه نتاعنا سيرتو القرايه ما نحبش نسرع في الكوفيد. انا تعرف معناها كوفيد مدام؟ تعرف معناها شبه ايقاف التكوين 10 ايام. تعرف معناها ايقاف التكوين معناها ابار هو يقرا نهار بعد نهار. الصحة أهم سي خليفة، الصحة أهم. لا كلامك صحيح يا مدام اصبر. أنا مشيت على الزور صحيح تحكي فيه أنت صحيح ما نشقت أنا حبيت نزيد على الصحة، أنا مش حبيت ننقص من الصحة. يعني أنا نستنى التقرير نتاع الطبيب مريضة ومش مريضة. حبيت نقول يا أخويا شبه يقول لي برا خذ يا ولي شوف إجراءات بنتي. احنا قاعدين نستناو معناها انا نحب نقول لك مثلا انت على 20 تلميذه عندك في المبيت، فما 19 اوليائهم ينجموا يتصرفوا، فما واحده بركه عائلتها ما تنجمش، ما فماش استثناءات للعائله الواحده بركه. هذه اسمع خرجوا احنا نحكيو على مع مدير وحده معناها انا صحيح تقول مي لكن كيف ثم صولات كيف ننسق مع الصولات واذا كان ثم اكسبريسيون دي بيزوان بالحق تقول الطفل علاش ما اتصلتوش بالاداره الجهويه للصحه؟ يا مدام اذا كان هي اعرف هي حكايه والله العظيم تحكي فيه هي تو للامانه كل شيء راه ما نقول انا كان جات المعلومه ولا اسستي اللي هي عندها اشكاليه في الاقامه راه ما عندي معناتها تقول انت خاطر هي ما حكيتش على انه عندها اشكاليه دونك انتم ما تصرفتوش. كيف امها تقول لي انا توجي قريبتي تهز توجي تقول لي جي قريبتي تهز بالك تجي قريبتي تهزها بالك
اي اما سي خليفه اغزر انا باش نلوم عليك من جانب انساني. تو انت بنتك تقول، انت بنتك مثلا تقول لك مرتك هاتو تجي خالتها تهزها، تمشي على روحك وما تطمنش انه جات خالتها هزتها والا لا، قادره باش تهزها والا لا. هما غاديك بنياتكم معناتها نورمالمون تكون فما احاطه اكثر حتى معنويه. خلينا انت ايش قالت لك هي؟ ديجا هو عم صالح سالها، ديجا هو يا خالد يعطيه الصحه عم صالح. نحكي لك برا خاطر لجنه كامله راهو فهمتي يا بنتي وين ماشى معناها هي خرجت لبرا وش انا خرجت راهو. البارح نسمع فيها تحكي انا زاد خاطر ساعات واحد والله العظيم نتعجب انا ما عادش نابل ديويت راهو تقول لك راهم باتوا ديويت. انت غلطه انت تباتي في 8 من في شومبر، انت غلطه مش انا بيتك في شومبر فيها 8 زاد. لا ما قلتش لا ما قلتش احنا 8 في شومبر، قلت احنا 4 في شومبر. اي مش نعرف كلام الفيديو، قلت احنا 4 في شومبر ابار البنات اللي جاوا باتوا معانا معناها صارت معناها حبينا ولا كرهنا سي خليفه فوي كامل نتجمعوا مع بعضنا تنجم نسميو رواحنا مستهترين ممكن. هذاك في عبارات هذا اسمعني انت تقول كيما هكا، اما انا كمستمع انت شوف برا يقول لك تعليق او 8 في شومبر ما في قبول اي حتى بالمنطق سي خليفه انت احنا لضيق الوقت يلزمنا نسكروا الموضوع هذايا. دونك اليوم نحن نطلبوا منك اغزر اون دي باس اللي صار هيفا ان شاء الله لاباس، اما اللي صار الهيفا نحب نوضح حاجه صغيره. هو لا يقول لك سي خليفه قال اني ما قلت لهمش اخرجوا تو، اما هو عطينا مهله نتاع 3 ايام، سيبوزون اني قعدتهم 3 ايام باش نجيوها اخرج تو راه. شو اضرب والله اسمعني حبيت حاجه انا نرجعوا لها فقط. يا بنتي البارح يكلموا فيك ولا البارح في الشهر الجاي؟ كلمني بالمناسبه سي قيس ما خلى ما عمل معايا، بعث لي احمد صحيح الا عليا من عليا مدام نداء اوسي لجنه كامله من غير اشخاص يعطيهم الصحه اللجنه الكل. ولكن سي خليفه اللي نحب نقوله لك في الاخر انه الحكايه اللي صارت الهيفا تكون عبره ليكم باش المره الجايه يكون التصرف خير برشا، على خاطر تعرف انت انه البنيات هي موغالمون تنجم تكون تعب على خاطر الاصابه هذيا ما عندهاش شكون في العائله ينجم يعاونها يروح بها والا ينجم يامن لها الحجر. دونك اليوم هاي تعديت هيفا والحمد لله لقات ناس طيبه وقفوا معاها ولقات روحها اليوم في المركز. البنيه الاخرى زاد ان شاء الله ربي يشفيها لقات روحها في عائلتها رغم انه مشيت في وسيله نقل عموميه وغيره. دونك هذايا مشكله. ولكن انتم اليوم كما بيت سي خليفه نتمنى انه تاخذوا بعين الاعتبار مثل هالحالات ويكون فما بعض الاستثناءات للناس اللي ما عندهمش امكانيات ربما للحجر الصحي وغيره. شكرا ليك سي خليفه مدير المبيت في المركز القطاعي للتكوين في الاكسير. شكرا ليك هيفا الحقيقه لضيق الوقت نعتذر منكم انه قصينا لضيق الوقت. دونك هذايا اللي صار في مبيت المركز القطاعي للتكوين في الاكساء. شويه موسيقى ونرجع نحكيو على الاضراب نتاع اعوان الستيك الفجئي في ولايه سوسه.